السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ما كنتش ناويه خالص اصور الفتره دي علشان عارفين كلنا الاحداث اللي بتحصل الفتره دي، بس لاحظت ان احنا كلنا بما فيهم انا متاثرين باللي بيحصل ومش قادرين نكمل حياتنا طبيعي وحاسين بتأنيب ضمير طول الوقت. للاسف مش قادرين نكمل في الحاجات اللي المفروض نعملها زي المذاكره او الشغل، فحسيت ان انا المفروض اعمل الفيديو ده، خصوصا ان انا امبارح كنت قاعده بقرا قران فوصلت لحد ايات معينه هي حرفيا الايات دي ملخصه كل اللي بيحصل وموضحه نصيب اخواتنا هيبقى ايه بعد صبرهم ده. كنت حاسه ان انا محتاجه اصور لكم الفيديو ده عشان اكلمكم في كذا نقطه، بس اولا انا مش هلحق اكلمكم دلوقتي لان انا رايحه الدار. من ضمن الحاجات اللي ملحقتش اقول لكم عليها ان انا رجعت الدار تاني. انا بقالي سنه موقفه بسبب ثالثه ثانوي، وبعد ما خلصت ثالثه كنت مشغوله في حاجات كتير قوي فما لحقتش خالص ان انا ارجع الدار، فلسه راجعه من اسبوعين. اروح دلوقتي الدار ولما ارجع هكلمكم عن الايات اللي انا قريتها دي والسبب اصلا اللي خلاني ارجع اصور، لان انا كنت شايفه انا كمان ان اللي هو الناس اللي بتصور يعني بتصور ازاي كده وبتسمع عادي ازاي يعني مكملين عادي ازاي. انا كنت حاسه ان انا لا مش قادره، انا بقالي اسبوع ما بذاكرش ومش قادره اعمل اي حاجه وماسكه الموبايل طول الوقت. بنام اول ما بصحى اول حاجه بعملها ان انا افتح الفيس اشوف حصل حاجه تاني ولا لا، وقبل ما انام طول الوقت. الموضوع اثر عليا، ما كنتش عارفه اذاكر خالص، فكنت بصراحه متضايقه من الناس اللي نزلت فيديوهات عادي ما لهاش علاقه بالقضيه مثلا، او مكملين عادي. اللي هو انتم مكملين ازاي؟ يعني انا الفتره دي كان في كذا فيديو كنت عايزه اصوره وكذا حاجه كان نفسي اعملها، ما شفتش اللي هو انا هعملهم عادي ازاي والناس بتموت. بس اللي خلاني اصور الفيديو هو كذا حاجه جت ورا بعض خلتني احس لا مش ده الصح، مش ده الصح ان احنا نفضل ماسكين الموبايلات ونتفرج على الصور والفيديوهات ومتاثرين وبنأنب ضميرنا وقاعدين ما بنعملش حاجه. مش ده الصح، واظن ان احنا كلنا خدنا بالنا اللغات مهمه قد ايه والعلم مهم قد ايه، فكان لازم ابدل الوضع ده بدل ما انا طول الوقت ماسكه الموبايل وبتفرج على الصور والفيديوهات بس. هكلمكم اكتر في الحاجات اللي عايزه اقولها بعد ما ارجع من الدار. انا كل اللي عملته النهارده ان انا صحيت على الساعه 9:30 او 10، فطرت وقعدت شويه اراجع على اللي حفظته وهروح دلوقتي الدار. هحضر دلوقتي الشنطه او الحاجات اللي هاخدها وبعد كده اروح. لما ارجع بقى اكلمكم عن كذا حاجه وهحاول اذاكر باقي اليوم عشان انا زي ما قلت المذاكره باظت معايا وفي حاجات كتير اتراكمت عليا محتاجه اذاكرها، فهحاول انظم اليوم ان انا اذاكر كويس. كل شويه هكلمكم عن كذا حاجه اتمنى انها تفرق معاكم. من ضمن الحاجات اللي حصلت برضو ان انا كان عندي تكريم من يومين، هحكي لكم عليه برضو بعد شويه. التكريم ده خدت منه شهاده وتوت باج، فالتوت باج هي اللي انا هستخدمها دلوقتي. برجع من الدار هوريكم الشهاده. يعني دي من ضمن الحاجات اللي كنت عايزه اشاركها معاكم على الانستا مثلا، بس كنت حاسه اللي هو لا مش وقته خالص. يعني هحط دلوقتي الحاجات في الشنطه وبعد كده انزل. دي التوت باج اللي خدتها وصورتها لكم في اخر الفيديو مع الشهاده. اول حاجه باخدها طبعا هو المصحف، وباخد الفلوس معايا ودي حاجه اساسيه. يعني في حاجات ما ينفعش انزل من البيت من غيرها، من ضمنها الفلوس والمناديل، فخدتها معايا. وخدت معايا ازازه ميه وموبايلي والمفتاح ونزلت. وهنا كنت لما خلصت تسميع وروحت. طيب خلوني اكلمكم عن الايات اللي قلت لكم عليها واللي بجد هي ملخصه الوضع كله. في سورة البقرة آية 154 ربنا بيقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء اللي شفنا كمية ناس استشهدوا بطريقة كبيرة قوي، حتى منهم أطفال كتير، كل دول عند ربنا، كل دول روحهم عند ربنا. احنا شايفين الجسد وشايفين مثلا اتوفوا او استشهدوا بطريقه صعبه ازاي، بس روحهم عند ربنا. يا جماعه هم دلوقتي الحمد لله ربنا رزقهم الشهاده. عارفين يعني ايه؟ يعني اصلا هم في نعيم، فهم في نعيم، يعني هم كسبوا الاخره، فده اهم بكتير من الدنيا. هم الدنيا كانت صعبه جدا عليهم بس كسبوا الاخره وده المهم. غير كده انا عايزه اقول حاجه لسه عارفاها اليومين دول، ان الشهيد مش بيحس غير بقرصه. يعني الوجع اللي احنا بنشوفه كل ده وكميه الناس اللي استشهدوا بطريقه صعبه واللي اصلا ماتوا بسبب الفسفور اللي هو اصلا محرم، فكان متبقي منهم اشلاء حرفيا، كل ده هم ما بيحسوش بده. هم بيحس الشهيد بيحس بقرصه. فانا لما عرفت المعلومه دي حسيت انه يعني الحمد لله ان هم مش بيحسوا بالبشاعه اللي احنا شايفينها. الايه اللي بعدها دي انا قعدت اقراها كذا مره، ولما يعدي عليا شيوخ بيقروها بقعد واقفه قدامها شويه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني ربنا ابتلاهم بشيء من الخوف والجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات. الانفس طبعا ناس كتير استشهدوا، الثمرات هم ناس قعدوا كذا يوم ما كلوش ومش عارفين يشربوا. اللي بعد كده وبشر الصابرين. مين الصابرين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. طب يا رب الصابرين دول يعني هياخدوا ايه؟
اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. انتم متخيلين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه؟ ربنا اولا يمهل ولا يهمل، مش هيسيب الظالمين دول. وافتكروا الاقوام اللي عصوا ربنا في الاخر اتعذبوا، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعيب، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح. امتى يتعذبوا دي مش مشكلتنا، يعني ممكن اصلا يقعدوا 1000 سنة زي تقريبا قوم نوح. خلونا نركز مع فكرة ان ربنا والله بيكون منزل رحمة وسكينة على الشخص اللي في المشكلة. يعني فيديوهات كتير زي ما شفنا اطفال مرعوبين، شفنا اطفال ثابتين. يا جماعة في اوقات زي مثلا لو حد اتوفى له حد من عيلته، ممكن الناس كلها تبقى بتعيط وهو ماسك نفسه ما بيعيطش، فربنا بيبقى منزل سكينة ورحمة في الوقت ده. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فمش عايزين نيأس ومحدش يضعف ايمانه. في ناس ممكن ايمانها يضعف في الوقت ده ويحسوا ان ازاي بيحصل لهم كل ده، طب ربنا فين وبتاع. جماعه مفيش حاجه اسمها ربنا فين. زي ما قلت احنا شايفين الاجساد، شايفين المشاهد الصعبه، بس مش شايفين روحهم وصلت لايه. دول شهداء، يعني الشهيد بيشفع ل70 من اهله، فتحسوا ان ممكن اصلا اهل فلسطين دول كلهم يبقوا في الجنه. فالمشاهد صعبه علينا اكيد، بس مش عايزين نيأس او مش عايزين ايماننا يضعف بربنا. احنا المفروض بالعكس، المفروض دايما نبقى بندعي لهم، دايما نقرا قرآن ونقرب من ربنا. الوقت ده المفروض يخلينا نشوف انه مفيش حاجه بقت مستاهله. طيب انا ليه عامله الفيديو ده؟ انا عارفه ان في ناس كتير بتتابعني في ثالثه ثانوي، وحتى لو مش في ثالثه ثانوي، يعني ممكن ناس قدي داخلين كليه في اول فتره ملخبطه وراهم مذاكره حاجات حتى لو مش كتيره بس مهمه. انا مثلا انا بدرس لغات، فانا في لغات شرقيه، بدرس 3 لغات جديدة غير الانجليش اللي عندنا اللي هو اصلا يعني تقريبا مختلف عن الانجليش العادي اللي بندرسه. انا واحدة مثلا عندي 3 لغات بدرسها، فلازم اكون متأسسة فيهم كويس عشان لازم انجح فيهم. هتخصص في حاجة فيهم في تانية، بس الفكرة ان لازم ننجح فيهم كويس في اولى. فانا واخدة اساسيات حاجات معرفتش اذاكرها بسبب الاحداث اللي بتحصل. من كتر ما شفت صور وفيديوهات صعبة فعلا ان احنا نشوفها، بقيت مش قادرة اذاكر. يعني حتى في يوم بعدت الموبايل عني وقعدت حاولت اذاكر مش عارفة، فكنت مفكرة ان المشكلة في الموبايل. خدت بالي بقى ان المشكلة مش في الموبايل، المشكلة في الحاجات اللي شفتها عليه، اللي هي الصور الصعبة اللي كلنا شفناها. فيا جماعة ارجوكوا اي حد في ثالثة ثانوي بالذات ابعدوا عن السوشيال ميديا خالص الفترة دي. انتوا اصلا وراكم امتحانات شاملة وحاجات كتير وراكم مش ناقصين، فابعدوا عن السوشيال ميديا الفترة دي. كده كده هتعرفوا الاخبار، كده كده التلفزيون مثلا شغال هتعرفوا، اهلكم هيقولوا لكم، صحابكم هيقولوا لكم، كده كده هتعرفوا. بس لو انتوا شفتوا المشاهد الصعبه انتوا هتفضل معلقه في دماغكم، مش هتعرفوا تذاكروا حتى لو بعدتوا عن الموبايل بعدها. فلازم نعرف نوازن. يعني اللي متابعيني على انستا عارفين ان انا كنت عماله انزل استوريهات كتير تبع القضيه. انا دلوقتي ما بفتحش انستا اصلا، يعتبر ما بفتحوش غير قليل قوي، فهتلاقوني ما بقيتش بنزل استوريهات زي الاول. بعدت نفسي عن الفيس شويه لان انا كنت يعني طول الوقت عماله اقلب على الفيس، هنقني بطريقه مش طبيعيه. انا قفلت بالذات السوشيال ميديا يومين ورا بعض كده. اليومين دول هما اليومين اللي دخل فيهم المساعدات، يعني انا مستنيه كل ده واول ما قفلت دخلوا. فللاسف مش كلهم دخلوا، بس ان شاء الله كلهم يدخلوا، وان شاء الله اصلا اللي بيحصل ده يقف. يعني انا مش عارفه ازاي لحد دلوقتي مفيش دول اتدخلت انها توقف كل ده، ومش عارفه ازاي في مستشفيات مهدده بالقصف. يعني ده لحد دلوقتي اللي هو ازاي العالم كله سامع وعارف وساكت، او محدش اتدخل عمل حاجه، مش اتدخل بالكلام. كنت عايزه اقوله ان انتوا كده كده هتعرفوا الاحداث، هتعرفوا من اهلكم من صحابكم. يعني انا اليومين اللي قفلت فيهم تاني يوم الصبح اول ما المساعدات دخلت صحابي يقولوا لي في الكليه، وعرفت بعدها من اهلي ومن التلفزيون. فمش لازم خالص ان انت اللي تتابع الاحداث، يكفي ان انت تكون معاهم بقلبك، يكفي ان انت تدعي لهم، لو حد يقدر يتبرع يتبرع، ولو حد يقدر يتطوع كمان يتطوع، ممكن تساعدوا في ان المساعدات توصل لهم. زي ما قلت انا عارفه ان الوضع صعب جدا علينا، بس ده مش الوقت اللي احنا نيأس فيه او نفضل بس ماسكين الموبايلات وبنقلب وبنشوف صور ونعيط ونتضايق. مش ده الوقت خالص المناسب لكده. قوموا ذاكروا واعملوا اللي وراكوا، انتوا وراكوا حاجات مهمه، ما تقللوش من اهميتها او من الضغط اللي عليكوا. هو مش حاجة مقارنة باللي بيحصل لهم، بس هو حاجة بالنسبة لنا. حياتنا ما وقفتش، او المصالح اللي المفروض نعملها ما وقفتش، الدراسة والشغل ما وقفوش، فلازم نكمل. انا نفسي كنت من كتر المشاهد كنت مش عارفة اذاكر، بس بعد ما قريت الايات دي وبعد ما عرفت ان الشهيد مش بيحس اصلا غير بقرصة، يعني عارفين اللي هو قرصوا نفسكم وانتوا بتتفرجوا دلوقتي، هو الشهيد بيحس بكده. فبعد ما يعني كل ده حسيت انه لا، احنا ربنا معانا، فاحنا المفروض ما نيأسش اصلا، او ما نسيئش الظن بالله. طبعا ادعوا ربنا كتير عشان يخفف عنهم ويصبرهم ويثبتهم يا رب. وهحكي لكم على باقي اليوم علشان ما تزهقوش، وبعد كده نكمل كلام.
لما رجعت من الدار معرفش ايه اللي حصل، لقيتني نمت من غير ما كنت عايزه انام اصلا، وصحيت تقريبا على 5. فعلى ما ظبطت الدنيا وكده رتبت المكتب وقعدت عشان اذاكر، وجبت ميه طبعا، وجبت التابلت وجبت الستاند، وكنت رسمه قبل كده في بدايه الاحداث الرسمه دي، وبجد مبسوطه قوي ان انا رسمتها، لان من خلالها عرفت الاماكن اللي في فلسطين بالظبط، لان انا ما كنتش عارفه اسامي الاماكن كلها، فدي كانت حاجه حلوه قوي يعني. وبعدين عملت تو دو ليست كتبت فيها الحاجات اللي ورايا، عشان الفتره دي حاسه ان انا ملخبطه قوي وورايا حاجات كتير، فبدات اكتب الحاجات اللي عليا بالظبط عشان ابقى عارفه انا محتاجه اذاكر ايه دلوقتي او ايه اللي ليه الاولويه يعني. وبعد كده علقتها على لوحه المكتب عشان تبقى قدامي. وبعد ما جبت حاجتي رشيت رشه من المعطر عشان ريحه المكان تكون حلوه، وبجد احنا لازم نحمد ربنا دايما على النعم اللي عندنا خصوصا الفتره دي. بعد كده فتحت التايمر وبدات اذاكر فارسي، بدات بس ان انا راجع على الحاجات اللي انا كنت واخداها، وبراجع بطريقه ان انا كاني بشرح لنفسي او بشرح لحد، فهتلاقوا حتى من حركه ايدي باين كده، وانا مسرعه الفيديو علشان يعني ما تزهقوش. وبعد ما رجعت على اللي خدته بدات ان انا اجمع الكلمات اللي كنا واخدينها في امثله او عموما في وسط المحاضره، وبدات احطهم في كراسه لوحدهم، يعني مخصصه الكراسه بكتب فيها الكلمات الجديده ومعناها كانه زي قاموس ليا. وبجد الموضوع ده مفيد لاي حد بيتعلم لغات، ان احنا يعني نجمع الكلمات الجديده او اللي احنا ما كناش عارفينها ونجمعهم في مكان واحد بحيث نرجع لهم بعد كده ويبقى سهل ان احنا كمان نحفظهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعدين في كراسة تانية ببدأ بقى احفظ الكلمات دي، فباخد مثلا حوالي 5 كلمات، ببدأ ان انا اكتبهم كذا مرة واحطهم في جملة من يعني تفكيري عموما، برضو بنفس اللغة دي، يعني هنا خدت كلمة معينة حطيتها في جملة بالفارسي علشان يعني اعرف افتكرها او ابقى كأني قربت المعنى. برضو بحاول اقرب الكلمات لحاجات مثلا انا عارفاها او شبهها عشان احفظها. وجه في بالي كام كلمه ما كنتش عارفاهم فكتبتهم في ورقه لوحدهم عشان اسال الدكتور عليهم، وفعلا سالتها بعد كده وقالت لي عليهم يعني. وعايزه اقول حاجه، انا عارفه ان هي ممكن ما يكونش وقتها بس لازم نكون عارفينها، لازم نكون عارفين الفرق ما بين اليهود والصهاينه. اليهود دول هم اللي نزل عليهم التوراه، والتوراه دي ديانه سماويه فلازم نحترمها زي الانجيل وزي القران، فهي ديانه سماويه. فاليهود الكتاب المقدس بتاعهم هو التوراه. مين الوحشين، اليهود ولا الصهاينه؟ الصهاينه طبعا، الصهاينه هم اللي محتلين فلسطين. اليهود دول ايا كانوا ما وحشين ولا كويسين هم عارفين ان هم مفروض عليهم التيه، وهحكي لكم يعني ايه التيه بعد شويه. فهم عارفين ان هم ملهمش ارض، وعشان كده هتلاقوا ناس كتير من اليهود اتظاهروا عشان فلسطين اصلا. عارفين انتوا الناس اللي بيبقى شعرهم نازل من هنا دول، يعني بعيدا عن شكلهم اصلا انا بكره شكلهم اقسم بالله، يعني بتعصب كده لما بشوفهم، بس بعيدا عن كده هم عارفين ان هم ملهمش ارض، وعارفين ان اللي بيحصل في فلسطين ده غلط وان فلسطين هي الصح. وهتلاقوا ناس كتير جدا اتظاهرت منهم على فكره عشان فلسطين. برضو لازم نكون عارفين مين اللي معانا ومين يعني مع القضيه عموما ومين اللي ضدها. احنا بنبقى كارهين اي حاجه تبع اليهود كده كتوتال، بس لازم نكون عارفين ان هم نازل عليهم ديانه سماويه، يعني زي ما احنا مثلا المسيحيين بيحترمونا واحنا بنحترم المسيحيين، برضو دول نازل عليهم ديانه سماويه. اليهود نفسهم مش مثلا شفت حد يهودي فتقوم يعني ما ينفعش، دول نازل عليهم ديانه سماويه. معرفش هم كويسين ولا لا، بس ماليش دعوه بكل ده، بس اللي اعرفه ان هم بيدعموا القضيه الفلسطينيه اصلا لان هم عارفين ان هي صح. خلوني بقى احكي لكم كام حاجه تبع اليهود نفسهم. زمان بنو اسرائيل افسدوا في الارض، ربنا امرهم ان هم يعبدوه وهم ما عملوش كده، هم افسدوا في الارض، سبب كده ربنا فرض عليهم التيه. طب ايه هو التيه؟ التيه ده الشتات، ان هم مش هيقعدوا في مكان معين، يقعدوا يلفوا حوالين القبائل والمدن ومش هيثبتوا في مكان معين، يعني مش هيكون ليهم ارض. فكلنا عارفين، حتى هم المفروض ان هم عارفين ان هم ملهمش ارض، فاللي بيحصل في فلسطين طبعا ما ينفعش، وفلسطين هي الصح، بس هم بيكبروا للاسف وراهم دول قويه دعماهم. هكلمكم بقى عني عشان الفتره اللي فاتت حاسه ان كذا حاجه حصلت ما لحقتش اشاركها معاكم. اول حاجه ان انا دلوقتي باخد كورسات جنب الكليه، هي في الاول كانت منحه مجانيه، يعني رحنا نجرب بس وكده، فلقينا نفسنا استفدنا جدا، وانا بقول لقينا عشان يعني انا واتنين صحابي في الكليه فقررنا نكمل فيها يعني. فانا حاليا باخد ال3 لغات، للي ما يعرفش برضو انا اداب لغات شرقيه زي ما قلت، فبدرس تركي وعبري وفارسي وانجلش. فانا حاليا باخد كورسات في ال3 لغات، فانا بنزل يعتبر كل يوم، فالموضوع متعب جدا وظهري خلاص، يعني انا ظهري بجد جاب اخره عشان بنزل كل يوم، ويعتبر بمشي يعني شارع الكليه ده لوحده اصلا طويل،
يعني في حاجات مثلا بضطر امشيها وانا شايله الشنطه، فحتى لو الشنطه مش تقيله برضو ظهري بيوجعني. فبالمناسبه لو حد بجد يعرف حاجه ممكن تريح الظهر يقول لي، عشان انا فعلا ظهري وكتافي خلاص مش مستحملين. من الحاجات يعني الكويسه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، يوم الجمعه اللي فاتت اتكرمت في حفله تكريم تبع الفرنساوي. المسير كنت باخد معاه هو ميسي مصطفى فايز، الحمد لله كنت ناقصه بس نص الدرجه الحمد لله، فبجد كانت اكتر ماده نصفتني في الدرجات. فالحمد لله رحت اتكرمت وخدت شهاده وتوت باج. هوريكم دلوقتي. اول حاجه خلوني اوريكم الشهاده، ده الشكل من بره ودي الشهاده نفسها. تاني حاجه هي التوت باج دي مرسوم عليها رسمه كانت على مذكره الفرنساوي، وانا راجعه بقى كان في حاجه بجد كان نفسي اجيبها لنفسي بقالي فتره، وانا راجعه جبتها كمكافاه لنفسي، وهي شاور جيل مود، وجبته باللون المفضل ليا، وبجد جميل قوي، ريحته حلوه قوي وكميته كبيره. اخر فتره خدت بالي ان انا يعتبر ما بكافئش نفسي قوي، او اللي هو ممكن احيانا استخسر في نفسي حاجات، يعني نفس الحاجات دي انا ممكن اجيبها لاصحابي بكل يعني حب، بس اجي عند نفسي مثلا لو انا محتاجه الحاجه دي، او يعني ممكن ما كنتش محتاجاها قوي بس هي حاجه ترفيهيه او زيادات يعني، بس اكون نفسي اجيبها. فلما خدت بالي من كده اللي هو طب انا ليه ما بكافئش نفسي، ليه الحاجه اللي انا عايزاها ما اجيبهاش؟ بجد لما خدت بالي وبدات واحده واحده ان انا اركز ايه الحاجات اللي انا نفسي اجيبها، بقيت بكافئ نفسي بيهم، اللي هو مثلا عايزه حاجه معينه فهكافئ نفسي بيها، مثلا عشان انا مثلا الاسبوع ده تعبت في المذاكره، او اخر فتره مثلا ما كانتش حلوه، فالفتره دي ملخبطه معايا قوي بسبب ان انا نومي بايظ يعتبر، او مش بايظ قوي بس اللي هو مش عارفه اظبطه زي ما كنت في ثانويه عامه. انا وانا في ثانويه عامه كنت بنام الساعه 10 وبصحى 6، هو طبعا مش كل يوم، وفي ايام كنت مثلا ادخل انام 10 بس اروح في النوم بعدها بمده، بس برضو كنت جابره نفسي ان انا بصحى 6 7 في الرينج ده، وفعلا كانت من احسن الحاجات اللي عملتها في ثانويه عامه. دلوقتي حتى مش عارفه الحق اظبط نومي، حاسه ان انا مش بنام يعني وقت كافي يخليني مثلا لما اصحى اكون فايقه. فالفتره دي بقرا في كتاب نادي الخامسه صباحا، كنت بادئه في ثالثه طبعا وما لحقتش اكمله، فبحاول اكمله الفتره دي يعني عشان يشجعني شويه ان انا اصحى بدري، ونوعا ما بدات اتشجع. وبعد ما ذاكرت الفارسي بشويه كان عندي تكليف انجليزي فقعدت اعمله، هو كان ترجمه وكانت مستفزه. والفترة اللي فاتت حسيت ان صحتي مش احسن حاجة واني محتاجة اهتم بالرياضة شوية، فلعبت شوية على المشاية او اتمشيت شوية فحوالي 21 دقيقة، فبس كده. وبس كده، ده كان يومي النهاردة، واتمنى تكونوا استفدتوا من الكلام اللي قلته في الفيديو، وبإذن الله ربنا يحررهم قريب ان شاء الله.